السلام عليكم ورحمة الله. أهلا يا شباب. النهاردة الجزء الثاني من حكاية الرعب بتاعتنا. بنروح بعد كده المستشفى كوروزو، وبتكون كيري مصابه وقاعد معاها شوتشي، وبيتكلم معاه وبيقول لها الودان هي الوحيده اللي في جسمنا اللي على شكل الحلزون، وعشان كده انا خايف على امي جدا لانها كانت فاكره انها لما تقطع شعرها وضوافرها يبقى هي كده اتخلصت من اي حاجه على شكل حلزون في جسمها، بس لو خدت بالها ان ودانها شبه الحلزون ممكن تاذي نفسها اكتر. الدوامات دي فعلا اكبر لعنه حصلت لنا في حياتنا. بعد كده بنلاقي ان المدينه بالكامل انتشر فيها البعوض، وبتيجي عربيه اسعاف للمستشفى، وبيظهر ان موجود فيها ستات كتير حوامل ومش لاقيين اماكن تكفي الحالات دي كلها، فبتطلب الممرضه من كيرو بتقول لها الاوض كلها مليانه بالمصابين وعشان كده هنحتاج اوضتك هي كمان لو ينفع. فبتوافق كيرو وبتاخد بالها ان البنت الموجوده مع الممرضه واللي باين انها تعبانه جدا انها كيكو بنت عمها، فبتجري عليها كيرا عشان تطمن عليها. تاني يوم بيظهر ان في دوشه كبيره في المستشفى، وبيكتشف الدكاتره الموجودين ان في 2 من المرضى مقتولين وفي اصابات كتير في جسمهم، فبيتصدموا الناس وبيقولوا انهم ما سمعوش اي صوت غريب امبارح. بتروح بعد كده كيرو وبتحكي لبنت عمها كيكو عن اللي حصل وعن الناس اللي مقتولين. في اللحظه دي بيجي شوتشي وبينادي على كيرو بيطمن عليها، لكن ما بتلحقش كيرو ترد عليه، وبيلاقي بعوضه جايه ناحيته فبيتعصب شوتشي وبيطلع ازازه رش كانت معاه وبيرش البعوضه لحد ما بتقع على الارض. لكن في اللحظه دي بتتاثر كيكو وبتتخنق من ريحه الرش ده جامد جدا، لحد ما بتيجي الممرضه وبتزعق مع شوتشي وبتخرجه بره الاوضه، وبتعتذر كيري من كيكو عن اللي حصل وبيناموا. وبيجي الليل وبيكون في صوت بعوض كتير في الاوضه، فبتحذر كيري كيكو من البعوض ده، لكن كيكو بتقول لها انها ما بتكرهش البعوض وانها بتحبهم جدا، فبتستغرب كيري من كلام كيكو وبتنام. لكن بعد شويه بتقلق كيري بسبب صوت البعوض وبتسمع صوت بره الاوضه، فبتقوم وبتتسحب بالراحه وبتبص من باب الاوضه عشان تشوف الصوت ده جاي منين، وبتتصدم لما بتلاقي عدد كبير من الستات الحوامل اللي ماشيين في طرقه المستشفى وماسكين في ايديهم سكاكين، وبتسال نفسها هم بيعملوا ايه في وقت زي ده ومعاهم الحاجات دي ليه. وبتفضل كيري تراقبهم لحد ما بتلاقي واحده من الستات دول ماسكه المفك وبتضرب بيه مريض نايم على السرير لحد ما بيخرج الدم من جسمه وبتبدا تمصه وتشربه. في اللحظه دي بتاخد الست بالها من كيري وبتحاول انها تهجم عليها، فبتهرب كيري وبتجري بسرعه لكنها بتقع على الارض بسبب الاصابات الكتيره الموجوده في جسمها، فبتقرب عليها مصاصه الدماء، لكن بيجي واحد من الدكاتره وبيمنعها، لكن بيهجم عليه كل مصاصين الدماء وبيقدروا يقتلوه ويمص دمه لحد ما بتيجي ممرضه علشان تشوف في ايه، لكن بيقتلوهم هي كمان وبيمصوا دمها. وبتكون كيري في الوقت ده بتحاول انها تهرب وبتدخل اوضتها بسرعه وبتقفل الباب، وبتنادي على كيكو عشان تساعدها وتنقذها من المصاصين دول، لكنها بتتصدم لما بتلاقي كيكو واقفه وراها وماسكه في ايديها مفك وعايزه تقتلها وتمص دمها. في اللحظه دي بيهجموا بقى المصاصين الحوامل وكيكو على كيري اللي بتكون مرعوبه ومش مصدقه اللي بيحصل، لكن فجاه بتاخد بالها ان ازازه الرش اللي كان بيستعملها شوتشي جنبها على الارض، فبتاخدها بسرعه وبتبدا ترش عليهم لحد ما بيبعدوا عنها وبيجروا بسرعه من المكان. تاني يوم بتروح كيري للدكاتره الموجودين في المستشفى وبتحكي لهم عن اللي حصل امبارح، وبتقول لهم انا شفت ده كله بعينيا الاثنين. فبيقول لها واحد من الدكاتره اللي انت بتقوليه ده مستحيل اي حد يصدقه، انت شكلك كنت بتحلمي ولا شايفه لك كابوس. فبتقول لهم كيري انتوا لازم تصدقوني انا شفتهم بعيني هم بيمصوا دم الناس اللي قتلوهم امبارح في المستشفى. وبتبدا كيري تحكي لكل الموجودين في المستشفى عن اللي حصل، لكن مفيش حد بيصدقها وبيسيبوها وبيمشوا. في الوقت ده بتكون ام شوتشي منهاره جدا بسبب انها شافت كابوس لجوزها، وبتتخيل كل حاجه قدامها انها دوامه، وبتبدا تصرخ بصوت عالي وبتسمع صوت غريب بيقول لها ان في دوامه موجوده في ودانها. فبتنهار ام شوتشي وبتبدا تتخلص من الدوامات دي فعلا، بتمسك مقص وبتدخله في ودانها بقوه. في اللحظه دي بيسمع شوتشي صوت امه وهي بتصرخ بصوت عالي، فبيجري بسرعه عليها عشان يلحقها لكنها بتكون ماتت فعلا. في الوقت ده بيكونوا كل الستات الحوامل الموجودين في المستشفى ولدوا فعلا، وبتكون كيري قاعده هي وشوتشي بياكلوا، ولكن كيري بترفض تكمل الاكل وبتقول لشوتشي انا حاسه ان الاكل ده فيه ريحه دم. فبيتصدم شوتشي لما بيقرب من الاكل وبيلاقيه بيتحول لحلقات حلزونيه. بيقوم شوتشي وكيرو وبيروحوا يشوفوا الاطفال الموجودين في الحضانه، وبيتصدموا لما بيلاقوا الاطفال بيتكلموا مع بعض. في اللحظه دي بتسمع كيري صوت بنت عمها كيكو وهي بتصرخ، فبتجري وبتدخل اوضتها عشان تشوف فيها ايه، لكنها بتلاقي دكتور موجود وحوالين منه عدد كبير من الاشكال الحلزونيه الغريبه. فبتساله كيري ايه اللي بيحصل وايه ده كله، فبيقول لها الدكتور ان كل ما يقطع الحبل السري بتاع الاطفال بيرجع تاني وبيتجدد، وانه مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. في اللحظه دي بتظهر كيكو اللي بتكون جعانه جدا، فبتحاول كيري انها تهرب من قدامها، لكن بيمسكها الدكتور وبيكتفها من دراعها وبيوجهها ناحيه كيكو عشان تمص دمها. وفعلا بتخرج كيكو لسانها واللي بيكون طويل جدا وعلى شكل حلزوني، لكن في اللحظه دي بتوجه لسانها ناحيه الدكتور اللي ماسك كيرو وبتقتله وبتمص دمه كله. فبيجري شوتشي على كيرو وبياخدها وبيخرجوا بره الاوضه بسرعه. بعدها بتقرر كيري انها تخرج بالمستشفى دي بسرعه هي واخوها بعد ما بيكونوا اتعالجوا تماما، وبتكون معاهم امهم اللي بتقول لشوتشي احنا هنعمل حفله ترحيب بكيري النهارده في البيت ويا ريت تيجي تتعشى معانا ونحتفل سوا. لكن في اللحظه دي بيوجه شوتشي كلامه لكيري وبيقول لها ان بيتهم قريب جدا من المكان الموجود فيه البعوض، وده ممكن يكون في خطر كبير عليهم. وفعلا بيروح معاهم شوتشي على البيت وبيقعدوا سوا بيتعشوا، وبيبان على شوتشي انه جعان جدا، لكنه بيسيب الاكل مره واحده لانه بيتخيل ان الاكل اللي قدامه بيتحول لحلقات حلزونيه
حلزونيه غريبه. بعد شويه بيروح شوتشي عند ابو كيرو اللي بيكون قاعد قدام فرن الفخار، فبيسمع شوتشي صوت زي صوت ابوه وامه وهم بيقولوا له ساعدنا يا شوتشي. فبيتصدم شوتشي من ان ابوه وامه ممكن يكونوا جوه الفرن ده، وبيطلب من ابو كيرو انه يشوف الفرن ده جواه ايه. فبيرفض ابو كيري، فبيتعصب شوتشي وبيكسر في الفرن لحد ما بتخرج كميه كبيره من الحلقات الحلزونيه، وبيبدا المكان كله يولع. لكن بيقدر ابو كيري انه يشد شوتشي بسرعه ويخرجه بره المكان قبل ما النار توصل له. تاني يوم بالله ان الجو في المكان اتغير جدا، وبيكون في اعصار كبير شبه الدوامه قريب من البيت بتاع كيري، لكن ما بتديش كيري الموضوع اهتمام. وفي اللحظه دي بيخبط الباب، وبيكون شوتشي اللي ما بيديهاش فرصه وبيشدها من ايديها بسرعه وبيخرجوا بره البيت وهو بيجري، وبيقول لها الاعصار ده عايزك انت. وفعلا بيبدا الاعصار يهاجمهم ويحاصرهم في كل مكان، وهم بيجروا والمطر بيزيد لدرجه ان في بيت بيقع عليهم في الطريق، وبتقع كيري على الارض. وفي اللحظه دي بتظهر بنته وبتحاول انها تساعدهم، لكن الاعصار بيسحبها وبيبلعها بالكامل، وبيرجع تاني وبيرميها بعد ما بتكون ماتت فعلا. بعد شويه بتهرب كيري وبتقعد تعيط وبتقول انا السبب في كل اللي حصل للبنت، اكيد الاعصار ده كان فاكرها انا عشان كده اخدها هي وماتت، والعاصفه دي لو فضلت هنا كتير هتدمر كل حاجه وهتدمر المدينه كلها. في اللحظه دي بتسمع كيري اسمها جاي من ناحيه العاصفه فبتستخبى، لكن العاصفه بتهاجمهم وما بيكونش قدامهم حل غير انهم ينزلوا على سلم تحت الارض عشان يستخبوا. لكن العاصفه بتوصل لهم وبتسحبهم في دوامه كبيره جدا، وبترميهم على الارض وبيختفي الاعصار مره واحده. وبتروح كيري وشوتشي البيت قديم عشان يرتاحوا فيه وهم واهلهم بعد ما العاصفه دمرت بيتهم وكل البيوت اللي حوالين منهم، لكنهم بيستغربوا ان ازاي بيت قديم زي ده العاصفه ما اثرتش فيه. لكن فجاه بيسمعوا حد بيخبط على الباب وبيفتحوا له، وبيكون واحد من جيرانهم بيطلب منهم انهم يخلوا عندهم ولد صغير لانه مريض جدا ومفيش مكان يقعد فيه، وبيجي الليل وبيكونوا كلهم نايمين، لكنهم بيسمعوا صوت حد بيعيط. فبتخرج كيري من البيت عشان تشوف مين ده، وبتجري لكنها بتلاقي ست كبيره قاعده لوحدها وبتعيط بصوت عالي وهي بتقول ابني مات. وفعلا بتبص كيري على ابنها وبتتصدم لما بتلاقي ولد فعلا ميت بطريقه غريبه جدا وجسمه مليان ثقوب كتير جدا. فبتعرف ان اللي حصل له ده بسبب لعنه الحلزون. بيظهر بعد كده مجموعه من التلفزيون واللي بيكونوا سمعوا عن اللي حصل في المدينه وجايين عشان يتابعوا الاخبار، وبيكونوا راكبين في عربيه وفي طريقهم لمدينه كوروزو. لكن بيظهر قدامهم مره واحده اعصار حلزوني ضخم وبيهاجمهم وبيقلب بيهم العربيه وبيموتوا كل الموجودين فيها ما عدا المذيعه، هي بس اللي بتقدر انها تعيش وبتخرج بره العربيه وبتمشي في المدينه، لكنها بتتصدم لما بتلاقي كل المدينه قدامها متدمره. وفي اللحظه دي بيظهر قدامها في السماء طياره مراقبه بتلف حوالين المكان، لكنها بتتصدم لما بتلاقي ان في اعصار بيبلع الطياره دي وبيختفي. وبتفضل البنت دي ماشيه في المدينه وبتخاف جدا لما بتلاقي جثث كتير مرميه على الارض وتحت البيوت المتدمره. وفجاه بيظهر قدامها دوامه كبيره جدا، لكن بتقرب منها كيري واخوها وبيقولوا لها انها لازم تستخبى بسرعه قبل ما يحصل لها حاجه. وبتبدا البنت تعرفهم على نفسها وبتقول لهم انها مذيعه من التلفزيون، فبتحذرها كيري من انها تعمل اي حاجه غريبه في المكان لان ده ممكن ياثر عليها ويعرضها للخطر. وبتبدا كيري تشرح لها اللي بيحصل في المكان واللي جرى ليه من اول ظهور الدوامات، وانه في بحيره ميه كبيره في المدينه دايما بيخرج منها الاعاصير والدوامات. وبتاخدها كيري المكان عشان يقدروا فيه يكونوا في امان، وبيدخلوا بيت قديم عشان يرتاحوا فيه، لكنه بيكون مليان باهالي المدينه اللي بيوتهم كلها اتدمرت وما بقاش ليهم مأوى غير المكان ده. لكن واحد منهم بيتخانق مع شوتشي وبيضربه وبيخرجه بره البيت، وبيقولوا دور لك على مكان تاني تقعد فيه بعيد عننا. وفعلا بيمشي شوتشي ومعاه كيري واهلها ومذيعه التلفزيون، بيفضلوا ماشيين وكل واحد فيهم بيقول ان نفسه حياته ترجع تاني زي ما كانت. لكن في اللحظه دي بيظهر قدامهم دوامه كبيره وبتهجم عليهم، لكن بيقدروا يهربوا منها، لكنهم بيكتشفوا ان في ريحه اكل قريبه منهم فبيتسحبوا، وفعلا بيلاقوا مجموعه من البشر مولعين النار وبيشوا اكل، واللي بيبان انهم بياكلوا البشر اللي اتحولوا لحلزونات. لكنهم بيلاحظوا وجود كيري واخوها فبيعرضوا عليهم انهم يجوا ياكلوا معاهم من الاكل وانه هيعجبهم، فبترفض كيري واللي معاها. فبتبدا العصابه دي تهجم عليهم، ولكن بيظهر اعصار مره واحده وبيبلع كل اعضاء العصابه دي، وبيقدر شوتشي انه ينقذ كيري هي واللي معاها. بعد شويه بيظهر اتنين من المتطوعين اللي جم المدينه عشان يساعدوا اهلها، وبيتكلموا مع كيري وشوتشي وبيتحركوا كلهم في المدينه علشان يحاولوا يوصلوا لحل للمشاكل اللي بتحصل في المدينه ويساعدوا اهلها وينقذوا اللي يقدروا عليه. وبيكونوا كلهم بيفكروا هم ليه بيتحولوا لحلزونات غريبه. في اللحظه دي بيقع واحد من اللي معاهم على الارض وبيكتشف ان ظهره بيبدا يتحول لصدفه حلزون، فبتقول لهم كيري يستعجلوا شويه عشان يعرفوا السر في الموضوع ده، وانهم لازم يلاقوا مكان امن عشان يقعدوا فيه ويرتاحوا ويعرفوا يفكروا كويس. وبيفضلوا ماشيين في طريقهم لحد ما بيوصلوا قدام البحر، وبيظهر قدامهم مجموعه من السفن، فبيعتقدوا ان السفينه دي جايه عشان تنقذهم هم وباقي الناس اللي لسه عايشين في المدينه، لكن السفن بتكون بعيده جدا. في الوقت ده بيبداوا يحسوا بالجوع، فبيضطروا انهم ياكلوا من لحم الحلزونات البشريه اللي في طريقهم عشان يقدروا يعيشوا، لكن كيري وشوتشي والمذيع بيرفضوا انهم ياكلوا من الحلزونات دي. في الوقت ده بتظهر على ميتسو اخو كيري اعراض التحول لحلزون بشري، فبتقرر كيري انها لازم تكمل وتطلع بره المدينه عشان ساعتها تقدر تنقذ اخوها. لكنهم بيفضلوا ماشيين في طريقهم وبيلاقوا نفسهم كل مره بيرجعوا لنفس المكان كانهم ماشيين في دايره، لكن بيختفي ابو كيري وامها فجاه، وفجاه بيتحول واحد من المتطوعين لحلزون بشري وبيبلع واحد تاني من اصدقائه، وبيكملوا في طريقهم عشان يوصلوا لمكان يعرفوا يخرجوا منه من المدينه الملعونه دي لحد ما يوصلوا لمنطقه جبليه. وبيكون باين على ميتسو انه تعبان جدا ومش قادر يكمل، فبيشيلوا شوتشي على ظهره وبيمشي بيه، لكن بيتحول ميتسو لحلزون بشري. في اللحظه دي بتلاقي كيري نفسها هي وشوتشي والمذيع لوحدهم، وبيلاقوا كل حاجه اتغيرت حوالين منهم، حتى المدينه واللي كانت متدمره بقت عباره عن بيوت مبنيه بشكل حلزوني وكانها متاهه. فبتتصدم كيري من اللي بيحصل حوالين منها، لكنها بتقول انها لازم توصل لابوها
وامها. في اللحظه دي بيقابلوا شخص غريب فبيسالوه عن اللي حصل، فبيقول لهم ان المدينه دي ملعونه بلعنه الحلزون. فبتكمل كيري وشوتشي والمذيع الطريق وبيمشوا في وسط البيوت عشان يوصلوا لابو كيري وامها، واللي عرفوا انهم موجودين عند البحيره الملعونه بيصنعوا الفخار. لكن في اللحظه دي بيحاصروا الحلزونات المذيعه وبيقضوا عليها، وبتفضل كيري وشوتشي بيصرخوا ويندهوا عليها بصوت عالي لحد ما بتظهر هزه ارضيه وفجاه بتختفي كل الحلزونات اللي كانت في المدينه، وبتوصل كيري وشوتشي عند البحيره، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوش فيها ولا نقطه ميه، لكن بيظهر فيها سلم طويل فبتنزل كيري وشوتشي من على السلم عشان يعرفوا نهايته ايه. لكن بيظهر قدامهم فجاه وحش وبيهجم على كيري، لكن شوتشي بيتدخل وينقذها، لكن بيقدر الوحش انه يهجم على شوتشي وبيلف على دراعه وبيسحبه لتحت، فبتنزل كيري بسرعه على السلالم لحد ما بتوصل لاخر البحيره، وبتتصدم لما بتلاقي بحر من كل الناس اللي ماتوا وتحولوا لحلزونات بشريه، وبتلاقي ان ابوها وامها كمان موجودين. في اللحظه دي بيقول لها شوتشي واللي بيكون مصاب على الارض اهربي بسرعه من المكان ده لان انا مش هقدر اقوم واتحرك وانا راضي باللي حصل لي. لكن كيري بتقول له انا خلاص ما بقاش عندي طاقه لاي حاجه ومش عايزه اي حاجه غير ان اكون معاك. وفي اللحظه دي بتقرب كيري من شوتشي وبتلف جسمها عليه لحد ما بيبقوا كتله واحده، وبيعدي الوقت وبتتعاد نفس اللعنه من اول وجديد في نفس المدينه بناس جديده. هل يا ترى هيحصل لهم نفس اللي حصل لكيري وشوتشي ولا هيقدروا يقضوا على اللعنه دي وينهوها؟ وبكده بنكون وصلنا لنهايه مسلسلنا. لو عجبك المسلسل ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. سلام.